ننتظر كذلك ايقاع سريع للمواجهه على الاقل في خلال هذه الجوله الاولى. وصل بين المنتخبين كتوفر على اللاعبين عندهم مهاره عندهم سرعه على مستوى البناءات الهجوميه، وان كان العامل البدني سيكون مهم جدا لان هناك كما قلت رطوبه، هناك حراره لان في فصل الصيف. الايام الماضيه كانت هناك امطار بين الفينه والاخرى، ولكن المنتخب الوطني المغربي اكد على الجاهزيه خصوصا البدنيه في المباراه الاولى، كان حاضر بشكل جيد. اعتقد انه الان غتستأنف المواجهه. الحكم كيتوجه مباشره لمستقل العمليات. سنتابع الركنيه، سنتابع الزاويه الاولى، كره ثابته بامكانها تكون حل من الحلول خلال هذه المواجهه. تواجد غالب سيس لايف اكرد البحث عن الضربات الراسيه. لاحظوا الحراسه الفرديه ديال على كل لاعب. امامنا ارتور كاويلا. اذا ننتظر تنفيذ هذه الركنيه. حكيم زياش يستعد للتنفيذ. لعبت الكره دائريه، فرصه يلا يا حكيمي، اشرف حكيمي. لعبنا الكرة ثابتة بإمكانها تكون حل من الحلول، والجواب كان سريعا. هدف خاب الوطن. الزاوية كتبدا بشكل جيد، تصل الكرة لأشرف حكيمي. هدف أول للمنتخب الوطني المغربي وللاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي. يضع الكرة في شباك بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية. هدف في شباك الحائط، يعني تقدم للعناصر الوطنيه. افضل سيناريو كنا ننتظروا هو هدف بهذا الشكل. فرحه كبيره للجماهير المغربيه وفرحه كبيره لاشرف حكيمي ولباقي اللاعبين.